والتقاليد والمهارات المرتبطة به جعلت قطاع الثقافة ينخرط في تنسيق واسع مع كل الفاعلين المعنيين. هذا اللقاء كيندرج في اطار استعداد البلاد ديالنا باش ترشح عنصر المهاره الفن والتقاليد والمهارات المرتبطه بالقفطان على اللائحه التمثيليه للتراث غير المادي ديال اليونسكو. هذا هو مسلسل ديال الترشيح فيه واحد المرحله ضروريه اللي غادي نديروا اليوم، هي المرحله ديال اخذ الموافقه المبدئيه ديال الناس حاملين العنصر. راه خصنا نفهموا بانه ماشي المؤسسه ولا الوزاره اللي غادي تاخذ هي كتسهل وكتواكب وكتعاون، ولكن الحامل العنصر اي المجموعات والجماعات الحامل العنصر هي اللي غتعطينا الموافقه، وهي اللي غادي تشارك معنا في ترشيح الملف. دونك اليوم درنا هذا الاجتماع، هذه الورشه، باش الناس اللي حاملين العنصر في النهايه ديال الورشه غادي نفتحوا نقاش معاهم، وفي هذا النقاش غادي يقول لنا في واش موافقين ولا عنده شي تحفظ. الا ما كانش تحفظ كيعطيونا واحد الموافقه مكتوبه كتكون في الملف، وهذا الملف هو اللي غادي يمشي لليونسكو ان شاء الله. اليوم احنا في اطار ورشه تشاوريه. ما معنى تشاوريه؟ يعني ان باش ننجزوا ملف حول القفطان من اجل ترشيحه لليونسكو من الضروره اننا نتشاوروا مع جميع المتدخلين، ماشي فقط القطاعات الحكوميه المعنيه، ولكن كذلك خصوصا الناس اللي كيمارسوا هذا العنصر، معناه المعلمين والمعلمات، كذلك المصممين والمصممات ديال الازياء. اذا فاطار اعداد هذا الملف قمنا مجموعه من الخطوات. كان اولا عمليه ميدانيه من اجل جرد هذه الفنون المرتبطه بالقفطان. انا بغيت نفتح هذا القوس وواحد المساله اساسيه، وانه هذا ماشي ترشيح ديال القفطان في حد ذاته، ولكن ترشيح ديال مجموعه من العادات والتقاليد، مجموعه من الفنون، مجموعه من الحرف.